يلا السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انتم سامعين لو واحد يقول له طامس بنص الخير، عندكم هذا البلبل طامس بنص الخير. تبي على نسبة الجراج اللي عنده ما شاء الله. فهسه موضوعنا انه مو موضوعنا طامس بنص الخير، موضوعنا انه شلون تحافظ على البلبل مالتك. اول شغلة تاخذها يعني لازم تشميس، انه البلبل بغض النظر انت تسحبه عمره 10 ايام، عمره اسبوع، عمره 15 يوم، اهم شي شمس يكون عنده تشمسه. يعني حتى لو باليوم مرتين ثلاثة يطلع لك بلبل نظيف وحلو ما شاء الله وخشانة. البلبل ترى يكبر على الحرارة، يكبر يعني يخشن، يكبر حتى بالعمر، يعني بسرعة يكبر عندك. أهم شي يكون مكان دافي، مو تخلي الياب مكان بمروحة أو بمبردة أو بسبلة أو مكيف، لأن كلهم يأثرن عليه. ثاني شغلة هو الغذاء. الغذاء إذا كان غذائك صحيح يطلع لك بلبل حلو مرتب ونشط، حتى بالتغريد مالته يكون جيد. يعني أهم شي الغذاء مالته، انطيه سريلاك، انطيه جراد. هسه حرفيا شوفوا كمية الجراد ما شاء الله. طبعا كله مجمد، فموعى على الشمس ونطيه لهم، ما في كل مشكلة، يطلع لك بلبل هيك ترتيب. بس ما تخيلون هذا كان عمره تقريبا يمكن 4 أيام 5 وجابوا لي يعني ما شاء الله. هسه بدأ تقريبا عمره 11 يوم إلى 12 يوم. هسه هذا خلال 5 أيام يعني كمل ريشه وبدأ يطير يعني. انتبه لي عليه. أهم 3 نقاط هو الشمس والغذاء، واللي تبعد عن الأخطار مثل المروحة أو البنكة، لأن تبريد مو زين عليه.